يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة مطبخ يسرى. كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هاد الطلبية ديال السفوف او السلو او سليلو، كل واحد كيف كيسميه. انا كنسميه غير سلو، مقوم ومعلك بنين ولذيذ بزاف. تبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على جميع اسرار النجاح ديال السلو وطريقة الاحتفاظ والثمن للبيع في اخر الفيديو، وشحال من كمية اللي تحصلت عليها. قبل ما غنبدا معكم الفيديو غنصليو على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا راح نخليكم مع طريقة التحضير، وفي نفس الوقت غنعطيكم المقادير في الأول وكيفاش حتى نقيت جنجلان وكيفاش حتى حمرته. فغادي نبداو على بركة الله. فبسم الله. فأول حاجة هنايا هادو هما المكونات الأساسيين والأهميين، خاصهم يكونوا زايدين باش كيجينا السلو مقوم ومعلك وفي نفس الوقت بنين. انا بيومين وجدت هاد الشيء. المهم كيف كتشوفوا هذا اللوز، خديت هنايا كيلو ونص ديال اللوز. بطبيعه الحال انا غسلته بالماء مزيان حيت كنت نشفته صراحه ما عجبنيش الحال، قلت غنغسلوه مزيان حيت له كاع داك التراب صافي، ومسحته عاوتاني بواحد السربيته تكون ناشفه. ومن بعد حمرته في الفران بقشورو ودرت فيه واحد 2 معالق كبار حتى 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه وحمرته مزيان. راه ماشي محروق باش كنعرف بلي راه تحمر، غير كنهرسو بحال هكا يبان لينا محمر من الداخل. ونص كيلو ديال اللوز حتى هو راه مسلوق، حيت له القشره وقليته كيف كتشوفوا، قليته في الزيت. المهم بالمجموع استعملت 2 كيلو ديال اللوز. وهنا جنجلان بطبيعه الحال كنغسلوه مزيان وكنقيه وكنشفوه بطبيعه الحال واحد اليومين، عاد كنصهدوه في الفران فكنحمروه ماشي كنصهدوه. المهم فاش كنعرف بلي راه تحمر، غير كنسمع الصوت ديال الجنجلان كيطرطق كنعرف بلي راه واجد. وهنا عندي كيلو ديال الكاوكاو، هذاك كان بقشورو حيت له القشره. فاش حمرته في الفران عاد تحيد القشر. وهنا نص كيلو ديال الكاوكاو هو قليته في الزيت. المهم بالمجموع كيلو ونص. واستعملت كذلك مسكاد الحره، خديت ديال 5 دراهم. وهنا بالنسبه للطحين غنستعمل 3 كيلو ديال الدقيق بعبر. هذا اللي في سبيره اللي ديال ميكا هو تحمر في الفران جاني حسن، واللي في ديك الكسريه اللي ديال الزاج حمرته غير في الكوكوط جاني صعيب بزاف. من الاحسن انكم تحمروه في الفران ماشي في الكوكوط باش يجيكم ساهل. 3 كيلو ديال الدقيق محمر. وبالنسبه للمكسرات راني طحنتهم جنجلان نص، طحنته هكاك شويه مهرمش، ونص خليته هكاك واحد زلافه خليتها غير هكاك. وهنا اللوز حتى هو كنطحنوه، والكاوكاو كنطحن كيلو ديال اللوز ونص هكاك مهرمش واحد شويه وواحد شويه فايت تهرمش، وحتى الكاوكاو. وبالنسبه للجلجلان راكم شفتوا حتى هو خديت منه واحد النص طحنته مزيان حتى تعلق وطلق الزيت. والكاوكاو نص ديال الكاوكاو، نص كيلو ديال الكاوكاو هو طحنته مزيان حتى طلق الزيت. ونص كيلو ديال الجنجلان عفوا ديال اللوز حتى هو طحنته مزيان، راكم شفتوا معايا خلطتهم بجوج بهم كاوكاو واللوز. هنا كنجيب كسريه كيف كتشوفوا، هذه ما قدتنيش، درت جنجلان 2 كيلو ديال الجنجلان، 2 كيلو ديال اللوز، وكيلو ونص ديال الكاوكاو، و3 كيلو ديال الدقيق. وهنا بالنسبه للزرارع غنستعمل هنايا حبه حلاوه 3 المعالق حتى 4 المعالق. استعملت في الاول 3 المعالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه. وبالنسبه للبسباس استعملت 2 معالق كبار ديال البسباس، وغنزيد 2 معالق كبار ديال النافع. ما درتش كميه ديال حبه ديال النافع بحال حبه حلاوه لانني درت البسباس والنافع. هنايا كيف كتشوفون في الاول درت غير معلقه كبيره ديال البسباس، ولكن انا درت 2 و2 ديال النافع. والقرفه 3 المعالق كبار عامرين، ما تكثروش القرفه باش ما كيغلبكمش على
على السلو. وهنا مسكاد الحره خديتها كامله 5 دراهم، طحنتها مع شويه ديال الملحه، غير قبصه خفيفه ديال الملحه ومع معلقه كبيره ديال السكر سنيده حتى كيتطحنوا مزيان. هنا كناخذ حبه ديال الكوزه، انا غادي ندير حبه ونص، غنحكها مزيان كيف كتشوفوا. هي بزاف اللي ما كيستعملوهاش في السلو لانها كتدوخ، وبزاف من شي ناس سمعت بلي قالوا بلي هي مكروهه انكم تاكلوها وما نعرفت. صافي من زدت هاد المكسرات غنزيد الكاوكاو واللوز اللي طحنتهم بحال هكا ولاو عجينه. هنا حاولوا ما امكن انكم ما تطحنوش كل شيء مزيان، حيت الا جيتو طحنتوا اللوز بحال هكا وجنجلان راه السلو ما غاديش يجيكم هكاك مقرمش وما غاديش يجي زوين، غيجي بحال كتاكلوا شي عجين بحال شي دقيق، فهمتوا؟ غير ما تطحنوش بزاف. انا ان شاء الله غنشارك معكم سلو اقتصادي بالكاوكاو اللي بزاف طلبوه مني. صافي هنايا زدت كلشي، وهاد الخلطه السحريه دائما كنستعملها في السلو. خديت 3 الكيسان او 2 كيسان ديال الزيت، عفوا 2 كيسان الزيت مع 250 غرام ديال الفرينه او الدقيق، وخليتهم حتى تحمروا مزيان يعني بحال تقنطه، وكنصبوه هنايا في هاد القصريه. هانتوما كان كلشي غادي يفيض. انا خديت واحد الطنجره كبيره اللي كيطيبوا فيها في العراسات. صافي وكنضيف كلشي هنايا. وبالنسبه للكميه ديال السكر انا درت 600 غرام فقط، ما ديروش كتر لان الا درتو كتر غيجيكم حلو بزاف. انا جاني سوا يعني جاني هو هذاك. صافي هنا كنخلط مزيان حتى كيتخلط داكشي. وهنا الزيت استعملت انايا في الاول 4 الكيسان ديال الزيت. بالنسبه للزيت راني سخنتها من قبل واحد المده ديال 4 دقائق على النار اللي تكون مهيله. صافي زدت الزيت وخلطت مزيان. والكميه ديال الزيت دابا غنذكرها لكم. صافي بقيت كنخلط مزيان في هذا السلو. هنايا كنت كنقطع معكم المقطع لانني ما نقدرش انني نخدم وتريكو على يديا، خاصني ضروري انني نطلع باش ما يبانوش يديا. المهم بقيت كندلك فيه واحد المده ديال ساعه. الصراحه تهلكت في السلو الصراحه الله. من شتو ناشف راني زدت فيه شويه ديال الزيت. انا غنقول لكم الكميه اللي استعملت. في الاول 4 الكيسان ديال الزيت، في الاخر 3 الكيسان ديال الزيت. مهم يترو ديال الزيت بالضبط اللي استعملت. صافي هنايا غنخليه يبات ليله كامله، عاد غنشوفوه مع بعضياتنا. كنبقى نعجن فيه حتى كيتسطح مزيان. كنغطي عليه بلاستيك غذائي. جمعته انا كامل هنايا في هذه القصريه، راني كنت واخده واحد شويه باش يذوقوا صحاب الدار. صافي الصراحه جا معلك مقوم وبنين الصراحه ما تخيلوش. بحال ما فيهش الدقيق. اللوز والكاوكاو والجنجلان جاو غالبين على الدقيق. درت 3 كيلو ديال الدقيق، ما ديروش كتر. بغيتو ديروا كتر ممكن ديروا حتى 4 كيلو ديال الدقيق بهاد المقادير اللي عطيت لكم، وغادي يجيكم مقرمش وبنين. صافي هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دازت ليله كامله على السلو، هنا غادي نقدموه مع بعضياتنا. انا غادي نديرو في طبق التقديم كيف كتشوفوا. بالنسبه للكميه تحصلت على 10 كيلو و800 غرام بهذا القياس اللي عطيت لكم. 10 كيلو و800 غرام بالضبط. انا غادي نزين معكم باش تشوفوا الكميه ديال السلو. كانت هذه هي الكميه، وباقا واحد سبيره بحال هذه اللي هنايا عامره بالسلو. المهم كيف ما قلت لكم كميه تحصلت عليها وفيره. انا غادي نزين معكم باش كنقدموه على الطريقه البلديه كيف كتشاهدوا معايا، غير فقط للتزيين. اما انا غنجمعه كامل في واحد السطل وغنسد عليه وغنحتفظ به في شي بلاصه ما يكونش فيه ميديتيل ولا الصهد ولا يكون فيها البرد، غير واحد البلاصه تكون ما بين وبين باش هكا ما يخسرش معكم. السلو يدي معكم حتى المده ديال 8 شهور، ما غادي يخسر ما والو، ما غادي يصرالو حتى شي حاجه من غير الا نشفتو مزيان جنجلان وصهدتوه في الفران راه ما غيخسرش معكم. اما الا خدمتو بجنجلان نتوما غسلتو اليوم وغد اللي خدمتو به فكونوا على يقين ان السلو غيغمى لكم ويخسر. انا صافي من بعد ما قدمته معكم تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. بالنسبه للثمن ديال البيع انا كنحسب له 150 درهم الكيلو، الثمن جد مناسب. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.